بعد المؤتمر الصحفي اللي انا بمشي بعمله في بورسودان، بعد يوم، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، بعد 15 سنه، بخطه بقوله في المؤتمر الصحفي، ما بقوله في اللايفات الان. وفي حاجات ما بتتقال برضه في اللايفات ولا بتتقال في المؤتمر الصحفي، بتتقال في الدوائر الخاصه الاستخباراتيه والامنيه، دي بحتفظ بها ما بقولها لكم الان في اللايفات. بنتكلم في الحاجات العامه. لكن طريقه ادارتكم للاعلام الماجور المدفوع القيمه من زولكم التافه الحقير الكلب اللي اسمه يوسف سحليه ولا يوسف ضبه، ما اعرف ده يوسف ضبه ولا يوسف سحليه، جايب له مأجورين ومشاطات، ناس الربيع وناس المشاطة كسلة وناس قصرية وناس الظافر وناس منو، دي ما عندكم قيمة. والله عبارة عن مشاطات، ما عندكم قيمة، مؤجرين لكم، بدفعوا لكم بالقيمة وبدفعوا لكم. عشان كده هو الدعم السري شغالين بالأكثر شيء في الإعلام. في جرحى مقطعين، في ناس ماتوا في الطريق، انسحاب ام درمان دي براها 2000 مواطن والله العظيم ما بين منطقه رهيد النوبه وما بين المدخل بتاع ام درمان مرميين في الشارع زي ده، بس في الطريق ماتوا نتيجه العريت ونتيجه الجري بتاعتكم اللي جريتوا وخليتوا ام درمان في جريتوا خليتوا المواطنين، جريتوا خليتوا الناس، جريتوا خليتوا الابرياء بقوا ضحايا، ماتوا بسببكم. كانوا في المستشفى بتاعت البلسم ماتوا بسببكم، كانوا في مستشفى الباديه ماتوا بسببكم. في ناس جرحى ما قادرين يتحركوا، قاعدين في بيت في البيوت وقاعدين في الاسم. والله يا اخي سبحان الله، ضربوهم عديل بالنار، قتلوهم، قالوا خلاص احنا ما جارين ماشيين ضربوا زي موضوع ابو لولو بتاعهم. اسهل حاجه في الدنيا دي عندهم قتل النفس. والله الحمد لله رب العالمين، وقسما بالله الذي لا اله غيره، قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، الحمد لله انه انا ما قتلت البني ادم. ومما دخلت ربنا ما يا رب العالمين لا تديني الروح زول، لا تدي الروح لزول. انا والله سالت الله سبحانه وتعالى جداده في الحرب ده، انا ما قتلت ولا حجر اني اقتل زول. لكن دي عندهم اسهل حاجه في الدنيا دي انهم قتل النفس. يدعوا الديمقراطيه، دوله التاسيس، دوله الديمقراطيه، ونحن ماشيين حناسس دوله ونحارب دوله 56. اقسم بالله العظيم دوله 56 ده افضل منكم بنسبه مليار%. ما في ميليشيا بتحكم دوله زي ما حتفوا القحاطه وحتفوا ضدكم الثوار. ما في ميليشيا بتحكم دوله. ديمقراطيه شنو انت بتعرف؟ اي زول اسال اي شافع منهم قول لهم تعال يا اخي بتقاتل شنو؟ بقول لك عشان الديمقراطيه. الديمقراطيه معناها شنو؟ فبهت الذي سال، ما يعرف ولا يعرف يجاوبك. ديمقراطيه شنو انت بتتكلم عنه؟ ديمقراطيه اذا بقال فتح خشمه طوالي اقفل خشمك ده، والله ما تتكلم عن قبيلتك، لو اتكلمت عن قبيلتك حلحقك مصير سفيان وحلحقك مصير سفيان. مسكين سفيان بريء، سفيان بريء مسكين. انا ما عارف ليه الناس ما تدافع عن سفيان، وليه الناس ما تتكلم عن سفيان، وليه الناس ما اتكلمت في موضوع سفيان. اهلك وين يا اهل سفيان؟ وين اهل سفيان يا جماعه؟ ليه ولدكم ده ما اتكلمتوا عنه؟ ولدكم ده مصيره شنو؟ مما اعتقلوه في الخرطوم هناك ظلما وبهتانا، خاتينه كان في الرياض مع علي دخرو، وبعد ذاك نقلوه ودوه لابراهيم عرطنجي، وابراهيم عرطنجي ساقوا جابوا نياله، وبعد ذاك من نياله اختفى تماما، وما عارفين انه ذاته حصل عليه شنو من الوقت ذاك. ليه داير يخلينا حي ميت بنسبه 70-80%. سفيان ده ما موجود في الدنيا حي. النغيب سفيان جريمته شنو؟ ما عنده جريمه، متهم بانه هو كان داير يمشي مع كيكر وكذب وبهتان، ركبوا فيه جريمه ساكن من المشاطات القعدات برا دي شفت ديل ما عندهم اي اخلاق ولا عندهم اي دين. يستهدفوا الناس اللي في الداخل باي طريقه عشان هم يلقوا موطئ قدم بالنسبه لهم، لانهم هم ما عندهم قيمه ولا عندهم مؤهل ولا عندهم اي شيء بيأهلهم انهم يكونوا اعلاميين. ناس كل مؤهلاتهم وكل قدراتهم وكل تاهيلهم، كل مؤهلاتهم وكل تاهيلهم انهم بس يعني كونك انك تكون انت قريب القائد او رزيقي ماهري، وفي الماهريه ذاته لازم تكون من اولاد منصور، يبقى عندك قيمه في الدعم السريع وعندك وزن في الدعم السريع. يا اخي اداره الاعلام تسعه من اداره الاعلام، 9 شخص، من يوسف ضبه السحليه بتاعتهم ده، لهزيفه ابو نوبه، لاحمد عابدين، قريشي، طيب خليل، جد طلب، الاثنين والثلاثه كلهم ديل من اثنيه واحده من قبيله واحده. تفتح خشمك تيجي تتكلم تقول لهم يا جماعه الكلام ده غلط، ما ممكن. انتوا قلتوا دارين تحاربوا دوله 56، دارين تعملوا دوله عداله، لكن دولتكم دي بقت 57. يعني انت كل مؤهلك انك تبقى مؤهلك التعليمي، مؤهلك اللي اسمه ده، مؤهلك تبقى يا قريب حميدتي، يا بربطك بوصله الرحم، يا انك انت من اولاد منصور ومن من الماهريه اولاد منصور. غير كده ما بتلقى اي وضعيه في الدعم السريع. ليه؟
يوسف ضبا ده، يوسف ضبا ولا يوسف سحليه ما اعرف ده، يوسف عبد الله عيسى ولد خاله شيء امه لحمتي من الطوارق، هو طارق ذاته لكن تجاه امه ما مشكله معاه، بنتسب له. يوسف ضبا انت ده اجنبي ذاتك من الطوارق، عارفينك يعني، عارفين اصلك وعارفين اصولك، ناس صالح عيسى وناس عبد الله عيسى وناس كلهم. انتوا صحيح خوال حميتي من اتجاه امه، لكن انتوا طوارق ما سودانيين حتى يعني. ناس زي ديل يستولوا على البلد، ناس زي ديل جو قاعدين يحاربوا البلد، ناس زي ديل قاعدين يسيطروا على حكم البلد. كلهم اجانب، كلهم لقطه جايبينكم من وين؟ والله ما بتحكموا البلد، والله ما يغركم انكم انتم الان مستولين على دارفور. احنا الان استلمنا دارفور واستلمنا الفاشر والفرقه، كنتم مستلمين الجيش، كنتم مستلمين حجر العسل، كنتم مستلمين سنار، كنتم مستلمين جبل مويه، كنتم مستلمين الفرقه بتاعت الجزيره، كنتم مستلمين كل المواقع العسكريه في الخرطوم، كنتم مستولين على العاصمه الخرطوم، كنتم في القصر الجمهوري، كنتم محاصرين القياده العامه، كنتم محاصرين المدرعات، كنتم محاصرين كل وين الليله؟ كنتوا على تخوم النيل الابيض، كنتوا على تخوم النيل الازرق. فما يغرك انك انت الان تيجي تقول لك والله انا مستلم دارفور. لا مش دارفور، ما انت كنت مستلم البلد كلها، طلعوك منها صاغر، انا ذاتي كنت معاكم وقلت لك طلعونا منها، طردونا منها، جرينا منها جري تنقاس، كلكم جريتوا. ودارفور دي والله ما بتقعدوا فيها، والله طال الزمن ولا قصر الزمن اقسم بالله العظيم ما بتقعدوا فيها. كسرت انفه كل القبائل الثانيه، قبائل الزرقاء، وانا بقول لك الكلام ده من ملء الفم، ما عدا قبيله الزغاوه. قبيله الزغاوه الوحيده اللي صمدت وظلت تقاتلكم وتقفوا ضدكم وفي وشكم. دارين تجي تحكموا البلد قبيله واحده، وفي القبيله الواحده ذاتها خشم بيت واحد، وخشم بيت واحد ذاته ماهريه اولاد منصور. واي زول يجي يفتح خشمه ولا يجي يتكلم ولا ينتقدكم ولا يقول كلام تصفوه بانه والله ده عنصري وده جهوي وده قبلي. يا اخي شنو عنصري وقبلي؟ ما ده هو التيك توك ده كله، الميديا ده كله العطوي، الماهري، شنو ما بعرف ليك، المنصوري، الرزيقي، ده كل اسمائكم انتم في الميديا. بقال الزغاوي لقيت عبد المنعم، حتى عبد المنعم الربيع ده كاتب عبد المنعم البرناوي، ولا لقيت ود برلين ده كاتب ود برلين البرقاوي، ولا لقيت احمد كسر ده كاتب لكم ما اعرفه مساليت ولا بقول هو في نفسه كده لكن ما بعرف، كاتب لكم احمد كسر المسلاتي. ما هو اسماءكم انتم له، الجنيدي، الرزيقي، الماهري، العطوي، المنصوري، شنو ما اعرف لك. القبليه اكثر من شنو؟ القبليه اكثر من شنو؟ العنصريه والجهويه أكثر